يستقطب المغرب قرابة 8 ملايين سائح كل سنة، قطاع يعتبر من أهم ركائز الاقتصاد المغربي، فالسياحة تدر على البلاد مليارات الدولارات. هذا وتعتبر مراكش القلب النابض للمغرب السياحي. المدينة أصبحت قبلة للسائحين المغاربة والأجانب الذين يتوافدون عليها كل سنة للاستجمام والتسوق من السلع التقليدية أو الاستمتاع بمناخها الخاص، ولا سيما ساحة جامع الفنا التي تعتبر فضاء للترفيه للكبار والصغار. لكن بعد إسدال الليل لستاره نكتشف نوعا آخر من السياحة في قلب المدينة الحمراء. لتقصي تفاصيل هذا الواقع اخترنا التصوير بكاميرا خفية، وسرعان ما اقترب منا هذا الشخص. أهلا بك صديقي، عما تبحث؟ أتريد ممارسة الجنس؟ لدي ما تبحث عنه، يمكن شراء كل شيء هنا. لدي أطفال كذلك، أقدم لك ما لدي، تتفحص وتختار ما تريد، والثمن معقول، 300 درهم فقط. يختفي الرجل لبضعة دقائق ويعود ومعه مراهق لم يتعدى عمره 17 سنة. خجول وخائف يقترح علينا هذا الأخير 300 درهم لقضاء الليلة. يعمل ما لا يقل عن 150 شرطيا في فرقة الشرطة السياحية في جامع الفنا، و16 كاميرا تراقب الساحة. ورغم ذلك لا أحد يأبه لهذا السائح الأجنبي وهو يفاوض الطفل الذي يركب الدراجة على بعد أمتار قليلة من مخفر الشرطة. مشهد اعتاده المارة في مراكش وإن كان يثير حفيظتهم.